لك اثبت. ارفع الماسك، ارفع الماسك من على، بقول لك اوعى ايدك. شيلوا الماسك بس خلاص، ما شيلوا الماسك. اوعى ايدك، بقول لك اوعى اوعى. ده وشك كده، قرب على وشك. السلام عليكم يا ابطال، على احلى جيش على اليوتيوب كله. يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب. يا دشم الجيش على منصه اليوتيوب كلها، هو جيش النني، احنا يا دشم الجيش. انا عارف انا بقول ايه، وواثق من الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا يا دشم الجيش، واكبر ناس على يوتيوب حرفيا، واكتر ناس امامير هم جيش النني، مفيش حد تاني. فلو انت عايز تنضم لجيش النني اشترك دلوقتي حالا في القناه، حاجه سهله قوي. انت كده بيت من الجيش، كده بيت واحد من الجيش، وفاضل بالظبط 2000 واحد ونتم كام؟ ونتم 300,000 اخ واخت عندي في القناه، وقربنا عن نص مليون مشترك، وقريب جدا المليون مشترك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا اخي ايش تعمل هنا؟ انت ايش تعمل هنا؟ ايش تعمل هنا؟ والله يا شيخ دفع عنا عفريت بتاعك، دفع عنا عفريت رخم. انتوا جيتوا من السعوديه انت؟ ايش؟ والله يا اخي والله يا شيخ عيب احنا والله ايش؟ ما تديله والله بدي اضرب امك بالكركوب، والله ما تديله دراهم. انا المدير، ما تضربوني والله كسر امك. ايش وما معي مصاري ده؟ لا دراهم يا ولد، والله عيب تضربوني. والله يا عيل انا اغنى منكم. عقل يا عيل. يا اخوات عاملين ايه؟ احلى عقيل. طبعا يا جماعه جينا احنا واستاذ جرجس، استاذ خالد، عارف المهمه بتاعت النهارده. هم جايين معايا طبعا يا جماعه، واقف ورا الكاميرا استاذ فيلو، لازم نبينه طبعا حرفيا. ايش هذا كيوت والله. والله افكر اعطيك. فاحنا دلوقتي يا جماعه حرفيا هنبتدي ان احنا نروح للمكان. والله نجيلك. ايش والله يا شيخ اراك توزع مال. والله امك، والله متوزع من مال ابوك. والله يا شيخ، والله قلم حكومه. والله يا شيخ اراك توزع من مال امك. نوشو يا نوشو يا ولد. الساعه قطعت، والله يا شيخ الساعه قطعت. هذا غلط يا ولد المركوب. والله ما والله ولد المركوب. 25,000 مصري بس. لا دراهم. اعطيله دراهم. مصري وريني. اعطيله 25,000. 25,000 يا ولد، اسمع احنا لاقيين الشاكل يا ولد. خلاص حبايب الراس يا شيخ، والله حبايب الراس. اديله دراهم واديله جوائز جاري. والله يا شيخ معك كم درهم انت وجه البورصه؟ معايا 400 مليون درهم. انت ايش بيك يا اخي انت استنى بس نشوف الناس اللي تعمل لايك. اقول لك على شيء، والله اللي يعمل لايك راح اشيله في قلبي. ايفون 16 باكس. ونروح مكان ما جينا. يلا احنا دلوقتي فين يا جدعان؟ المسابقه بتاعتنا هتبدا قريب جدا، عايز كل الناس تستعد. اللي هتكون ان شاء الله، والله يا جماعه هتكون مسابقه كبيره جدا وهتفرح فيها ناس كتير جدا، بس احنا بنجهز لها. وملحوظه احنا عملناها، انا عايز اخد رايكم فيها، قولوا لي اللي انا عملته ده صح ولا غلط. فاكرين الفلوس اللي احنا طلعناها بتاعت الاثار؟ الفلوس دي كلها احنا اتبرعنا بيها لفلسطين. انا ما كنتش عايز اقول كده، يعني الفلوس احنا اتبرعنا بيها لفلسطين كلها. احنا قلنا الفلوس دي ملهاش معانا احنا لازمه وحرام، واحنا مش محتاج لها. في ناس محتاجه الفلوس دي اكتر مننا، فاحنا اتبرعنا بيها للهلال الاحمر. ودي يعني حاجه، ده غير طبعا احنا حاجه دي مش هينفع ان انا اتكلم فيها. احنا في فلوس شخصيه بتاعتنا احنا اتبرعنا بيها، دي حاجه شخصيه مننا احنا بس. وفلوس الاثار ديت انا قلت مش هتقعد معانا احنا دقيقتين على بعض، لا، في ناس اولى بيها وفي ناس في ازمه، فاحنا خدنا الفلوس دي وقلنا في ناس محتاجاها اكتر مننا. بس طبعا ربنا معانا جميعا، وطبعا انا خدت راي التيم، كل ده احسن حاجه احنا عملناها يعني. الفلوس دي احنا مش محتاجين لها، صح؟ لا احنا بجد في ناس محتاجه الفلوس دي اكتر مننا بس، وربنا معاهم. كل الناس تدعي لفلسطين. احنا مش عارفين نتكلم في الموضوع ده بسبب ان يوتيوب بيعمل لنا تحذيرات وبيعمل لنا حاجات كتير غلط بتحصل معانا كمنشئين محتوى. فاحنا بنحاول من ورا الكاميرا من غير ما نعمل فيديوهات ونبين ان احنا جدعان. دي حاجه مش محتاج انك انت تبين فيها انك انت جدع. والله يا جماعه ولا الجو ده كله، بس هم فعلا هم مستاهلين الفلوس دي ومستاهلين الحاجه اللي احنا هنوديها لهم. واللي معاه حاجه ويقدر يوديها للتبرعات يروح يوديها.
انا بطلت افتح مواقع، اي مواقع، بسبب الحاجات اللي انا بشوفها، والله الاطفال والفيديوهات اللي بس بص يا جماعه، دي حاجه مش محتاجه ان احنا نعمل فيديو ونقول ان احنا الابطال بقى واحنا مش عارف ايه. لا، انت في ايدك تعمل حاجه انك تساعد بقى اخواتك، اعمل بيها وساعد احنا من غير ما عملنا جزء يا صغير. ابني يعني يعتبر ربنا عملنا يدينا جزء ونعمل صغير. اكتر، يعني ربنا يدينا يا رب من عنده ونعمل اكتر واكتر، ودي حاجه مش محتاجه ان احنا نقولها قدام الكاميرا. والله انا رايح الجيش انا واخوك الدبدوب لا حاجات عشان نروح نساعد اخواتنا في بس. هو فين الحدود. فين ديفيد؟ احنا الاربعه، انا بكلم ديفيد، يرن عليك انا برن عليه تليفونه مقفول، مش هنروح مهم البيت. يا عم، احنا 4 تنفار، احنا كام 4 فين؟ احنا 4 تنفار. أيوة. ماشي، هنعرف بس. تليفونه مقفول ليه برضه؟ يا عم ممكن يكون نايم. طب يلا. فاحنا دلوقتي يا جماعه هنروح للمكان اللي فيه السفاح، حرفيا في لغز كبير احنا لازم نعرفه، بيقول لك ان انا معايا كنز مش عارف ايه، فوراه سر كبير احنا لازم نعرفه. والحوار اللي مشككنا اكتر ان احنا كل ما بنروح المكان ده ما بنلاقوش غير هناك. صح، فاحنا لازم نعرف هو هناك بيعمل ايه. والمره دي اخر مره والله يا جماعه طلع جري مننا، بياكل وبيشرب زينا. انا ما اعرفش هو بياكل ويشرب منين، بس احنا عايزين نعرف ايه السر وراه، وهنروح دلوقتي حالا نعرف هو وراه ايه، وايه السر اللي هو مخبيه. بيقول لك في كنز ومش عارف في ايه، فاحنا عايزين نعرف ايه الكنز اللي هو بيقول عليه دوت. طب يلا يا طب ما يلا احنا خدنا 8 نروح دلوقتي حالا، مش عايزين نطول عليكم، كمل الفيديو لحد الاخر. عارفين يا جدعان الراجل ده وراه ليه؟ وراه رخص كبير احنا لازم نعرفه. اعمل لايك للفيديو ده لازم نعرف عشان خاطر اللغز ده. نوصله لكل الناس، ولازم نوصل كل الناس وكله يعمل لايكات. لازم نوصل كل الناس. اعمل لايك اهم حاجه. اهم حاجه اللايك. بعد معاناه وقت ما يعلم بالله ربنا الحمد لله وصلنا المكان. انا عايز اقول لكم المكان ده مشوار ما يعلم بالله ربنا، احنا بنجي كل مره بس بنقول ايه مش مهم، المهم ان احنا نوصل لحل في الموضوع بتاعنا ده. المفروض ان احنا هنا جينا المكان. انا الفيديو اللي فات ده اتفرجت عليه لما انتوا جيتوا له وهو جري، ما اكيد مش هيجي هنا تاني بقى. بص ابن الكلب فلق، انا عايز اقول لكم يا جماعه مش بني ادم، مش بني ادم، يعني احنا بنبص لقيناه مره واحده كده عدى الطريق في ثانيه. التليفون بتاعي كده يا اسطى. يلا بس كده بحد هناك اهو ولا مش هو هو اللي لابس احمر اهو، ده بيعمل لنا انزل بسرعه انزل بسرعه انزل بسرعه انزل. المره اللي فاتت يا ابني كان لسه واقف هنا يا ابني. المره اللي فاتت جري مننا، المره دي مش هنمشي من هنا الا لما نعرف هو مين ونكتفه جوه العربيه. هو فين؟ هو فين؟ وكان هنا دلوقتي كان بيشاور هنا. يلا يا رجاله. بيلاعبنا ولا ده هناك اهو. عيب عليك، انا بقول لك بيلاعبنا. انزل يلا. تعالى انت هتروح من هنا فين؟ تعالى عليا يا خالد. يلا الشعارات هاي ما نعرفش فيه ايه جوه يا اسطى. هو راح فين؟ هو راح فين؟ احنا هنفضل ماشيين ورا كده وخلاص، احنا ما نعرفش فيه ايه جوه. ها استنوا يا جماعه استنوا. كان راح يقلبني من فوق الجبل يلا. والعربيه بتاعتنا برضه ممكن تتسرق. احنا عايزين نعرف هو مين وراه ايه. هو اكيد مستخبي. انت مالك دافع كده ليه؟ هو ايه ما بيتعبش؟ انت فين؟ اهو 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 خد ما تجريش، تعال بقول لك خد ما تجريش. خد. هتجري هتروح فين؟ حل عليه من هنا. هتجري هتروح فين؟ تعال احسن لك. خد تعالى ما تخافش. امسك يا قلب. امسك. القلب. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. بقول لك احنا مش هنأذيك، اثبت. امسك بقى كده، انا عايز اعرف بقى هو مين. انا عايز اعرف بقى انت مين. وريني بقى كده الوش بتاعك. شيل له الماسك، شيل له الماسك، هو شيل له عليك. الماسك. بقول لك اثبت. شيل له ارفع الماسك، ارفع الماسك من على
بقول لك اوعى ايدك. شيلوا الماسك بس خلاص ما شيلوا الماسك. اوعى ايدك بقول لك اوعى اوعى. وريني بقى وشك كده، قرب على وشه. اوعى ايدك. ده ديفي. ايه ده؟ ايه ده؟ على ابو امي شكلك يا عم. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ هو انت سفاح؟ وايه اللي بيحصل؟ ايوه ايه اللي هو بيعمله ده مش فاهم. هو ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم. مش تعور؟ ايه اللي هو بيعمله ده مش فاهم. انت ايه ده دي؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه اللي جابك هنا؟ يا اسطى هو انت سفاح؟ هو ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ هو انت ايه؟ كده الكابيوس. هو انت اللي بتلبس لنا لبس السفاح؟ مين ده؟ ده لبس مين ده؟ ده الوش. انت بتهزر يا اسطى؟ مين اللي لابس اللبس ده؟ هو انت السفاح اللي بتطاردنا ولا ايه؟ اوعى نوع. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ خد تعالى يا اسطى. هو انت بتهزر؟ ما تفهمني يا عم. ايه اتكلم يا عم. هو انت اللي بتطاردنا ولا ايه؟ ثواني برن عليه تليفونه. انت بتعمل فينا مالك ولا عبيط ايه؟ يا اسطى. هو في ايه؟ هو انت مين؟ ايوه ايه ده مش فاهم. ما تفهمني يا عم ايه ده؟ ما تنزل يا اسطى وكلمنا. يا عم خلص. جرينا كتير يا عم خلص. خلص يا عم انزل. هو في ايه؟ هو في ايه؟ انتوا فاهمين حاجة طيب؟ فاهم حاجة طيب؟ ولا الحق يالا. يا عم انت مين يا عم انت؟ يا عم ما تقول انت مين؟ ايه يا عم انا تيفد يا عم. هو ايه اللي انا مين؟ امال انت جايب اللبس ده منين يا عم؟ غريب عليك النسخه دي. جايب اللبس ده منين؟ استلفته منه. طب تعالى كده يا اسطى بعدين. ازاي؟ تعالى كده ليفت عشان ما تفهمكش غلط. وانا بقول لك طب تعالى هنا انزل هنا طيب عشان مش سامع. بتضحك عليا يا بتضحك عليا يا ابني. انت فاهم حاجة؟ ثانيه يا اسطى ما تزقش يا اسطى. استنى بس كده خد تعالى. ايه ده؟ يا عم دي جلابيتي. انا عارف ان هو جلابيه السفاح. انت بقى اللي واخدها منه سلف بقى ولا ايه؟ اه. وايه اللي جابه هنا اصلا؟ انت عرفت منين؟ هجيب فين انا برضه؟ بطل هزار يا اسطى. عرفت منين يا ابني؟ ده وش السفاح اهو. هو ده الوش بتاعه. ده الوش بتاعه عليه. اهو. هو ده الوش. انا عايز افهم بقى في ايه. يا ابني انت مش بتدور عليه وعايزه. ايوه فهمني. هو إيه؟ بعت لي الجلابيه دي كده. ما تخلص يا عم فهمني ايه ده؟ في ايه؟ ايوه ايه ده؟ جايب دي منين دي؟ بعتها لك يا عم. بعتها لك منين؟ ما تضربش جامد. يا عم خلص بس. فهمهم يا دوب. ده اللبس بتوع الحاجه بتاعته انت جبتها منين؟ وفين السفاح؟ فهمهم يا دوب. السفاح انت مش عايزه؟ اه انا هو عايز. في المخزن عندك. المخزن عندي فين؟ في المخزن في البيت القديم. واللي وداه المخزن؟ هو راح يستجم هناك. هو بتكلم بجد يا اسطى. ايه اللي هيوديه المخزن؟ مين وداه المخزن؟ انا. وديته انت المخزن؟ من امبارح. انت وديه المخزن. طب ما تعرفنا كنا احنا جايين ندور هنا. يعني انت جيت هنا انت جيت خدته يعني ولا ايه؟ لا هو اللي جالي. بس لقيته جايب غلط وفعوق بقى. تخلص يا اسطى وتلف ازاي؟ ما بهزرش والله. جالك فين؟ جالي عند البيت. ده امتى ده؟ امبارح. ايه؟ ما كلمتناش ليه؟ ما كانش في وقت بقى ان انا اتكلم معاه. طب هو فين دلوقتي بقى؟ في ايه؟ انا بعيد لك الكلام مرتين. انا عايز افهم بس عشان مش في مصدق. المحل في المخزن عندك في ما البيت رنتش القديم. علينا ليه يا اسطى؟ يعني احنا لو رحنا المخزن دلوقتي هنلاقيه هناك؟ ما رنتش علينا ليه؟ فاهمين حاجه يا جدعان ولا ايه؟ في حاجه بس يا انا جدعان. مصدوم من الموقف. ما تعرفني يا عم لو هو معاه. ليه يا عم هو وانا هاخده ايه ماشي انت تذكار؟ بتقول من امبارح بالليل كنت رنيت. احنا قاعدين. تليفوني فاصل. يعني احنا لو رحنا المخزن دلوقتي هنلاقيه هناك؟ اه. هو انت جاي بتعمل ايه بقى ده ما هو هناك؟ انت جاي تعمل فينا اللي جاي بتهزر يعني؟ كانك انت هو يعني ولا ايه؟ تروش. ترويش حلو عجبني. اوكي ماو. اوكي واحنا كمان بنروش. لا استنى ترويش بترويش. واحنا كمان بنروش. بنروش يا ولاد الميت. واحنا كمان بنروش يا يا جماعه. دلوقتي حرفيا احنا نعتبر خلاص جبنا المعلم الفيت معانا. بس لحد دلوقتي بيقول ان هو جاب السفاح عنده في المخزن وربطه هناك. فهمني بقى انت عملت ازاي بقى؟ سيبك بقى من هزارك من ده.
الواد عندك انت في البيت؟ بسطر طب مين هو بقى؟ واحد شخصية ما نعرفهاش بس هو يعرف خالد. يعرف خالد؟ اكيد يعني. ايوه يعني انت عارفه خالد؟ ما اعرفوش، اعرفه منين؟ هو انا شفت وشه قبل كده. ما رنتش علينا لا دي. طب ليه ما كلمتناش؟ يا ابني انا ما جاش في بالي ان انا ارن على حد. يعني انت جيت بالك انك تلبس لبس وتروح تستخبانا هناك عشان مكانه؟ اعرفك. انا كنت اعرفك. في حاجه غلط انا مش فاهم. ايه الحاجة الغلط اللي انت مش ولا فاهمها؟ انا والله مش فاهم اي حاجه. نزل المراية كده بس. ايه الحاجة الغلط اللي انت مش فاهمها؟ منين انت جالك ومنين جبت لبسه؟ وايه اللي منين جالي؟ منين جالي وخدت لبسه ومكتفه وهاخدك دلوقتي هوريهولك. مش فاهم اي حاجه يا اسطى. والله انا مش فاهم اي حاجه بصراحه برضه. لما تكبر هتفهم. عندي في البيت مستغرب من ايه؟ انا ايه اللي انت مستغرب ان هو جالك ازاي لوحدك؟ استنى بس استنى. واشمعنى انت جالك؟ استنى بس استنى. انت شويه تقول لنا في المخزن عند يوسف وشويه تقول لنا عندنا في البيت. موجود فين بالظبط؟ ايوه لا خالد صح. يا اسطى انت لو بتحور ولا في حاجه عرفني. ايه هو مش موجود في البيت القديم؟ ولا هو البيت القديم ده ايه يعني؟ هو ادينا البيت القديم انا ما اعرفش. باشا انا مش لما بتبقى في البيت القديم بتقول لي انا في البيت؟ لما بتبقى في البيت القديم بتقول لي انا في البيت؟ ماشي يا باشا. طب ما انت ليه ما كلمتناش لما انت خدته؟ هو ايه اللي ما كلمتناش لما يعني انت ما كلمتناش ليه؟ ما كلمتكوش يا عم؟ لقيته في وشي مره ولا المطلوب اللي انا افضل واقف في وشه؟ يلا يا جدعان انا مستنيكوا تعالوا لي. لا انت ليه لما ربطته ما كلمتناش ليه؟ عادي يا عم ربطته وفضلت مبيته لحد الصبح. طب ليه ما عرفتناش بقى تليفونك ليه؟ انا برضو كده اشك ان في حاجه غلط بتحصل. لا تليفوناتكم كلها كانت مقفله ساعتها. لا يا باشا ما كانش في لا يا باشا تليفوناتكم كانت كلها مقفله الساعه 3 كداب انت. ما بعتش رساله ليه على الواتس؟ لا تليفوني اهو. ما بعتش ليه رساله على ولا الواتس؟ هبعت رسائل ليه على الواتس الانستجرام. تفتحوا لي محضر تحسبوه احسبوه. يعني ايه يا اسطى عايز تحسبوه احسبوه. ايوه يعني ايه ازاي شوف انت داير في دماغك ايه واعمله. انا ممكن يدور في دماغي حاجات كتير. ممكن يدور في دماغي انك انت عارفه انك انت معاك. احسبها كده. هو ايه اللي احسبها كده يا اسطى؟ احسبها كده يا عم. اقول لك ايه طيب؟ مش هقعد انا اتكلم وانت هتقعد تكتبني. ايوه يعني انت دلوقتي الراجل ده موجود عندك في المخزن؟ اه طب يا عم خالد طب يا رجاله احنا نروح المخزن ونعرف هو مين. بس انا بس كده مشوارنا طويل يعني عادي مش هتفرق. عادي يا باشا احنا مع مش بعض. موجود يعني؟ خلصانه احنا كده راح حلو. طب يا جماعه دلوقتي المعالم دي في الجول اللي هو موجود عندي في البيت بتاعي القديم بنيجي بقعد فيه دايما انا بتشوفوني انا والشباب. هنروح هناك ونشوف فعلا موجود في المخزن زي ما هو بيقول ونعرف هو مين. واحوى تعرف حاجه عن حوار الكنز اللي هو عاملين عليه دوت ولا فهمت منه حاجه؟ ايوه فهمت ايه؟ يمكن بس في راجل هو اللي واقف له عقبه بس. طب يا جماعه احنا نروح هناك ونفهم كل حاجه. بيقول لك راجل عمره 130 سنه. ليه يا عم؟ يا عمره 130 سنه. ليه يا عم؟ ده مين ده طيب يعني؟ راجل عنده 130 سنه. ده بولهول ده ولا ده صابون؟ بس مع صحتنا كلنا على بعضنا كده مش هيجيب ربع صحتنا. طب مين الراجل ده؟ ايه حكايته يعني؟ راجل خالص. راجل يا اسطى حارس. بيقول لك حارس زي نظام كنز قديم قوي من 7000 سنه ولا 8000 سنه. يعني ايه حارس كنز قديم مش فاهم؟ يعني كنز لو طلع ينن يعدي المليارات. يعني معلش واحده فهمني يعني مين اللي ماسك الكنز ده او مين اللي انا ما نعرفش يعني. انا بيتهيألي لو الكنز ده معانا احنا احب اقول لك احنا باللي بيتفرجوا علينا اتنقلوا في حته ثانيه. يعني تخيل كده من اللي بيتفرجوا علينا كل واحد من اللي بيتفرجوا علينا من الكنز ده خد مليون جنيه. طب انت ايه اللي خلاك متاكد هو كده مش يمكن كنت بتضحك عليك؟ لا مش لسه معاه خريطه. الخريطه دي معايا في البيت. انت لقيتها فين؟ لقيتها معاه هو يعني؟ طب يلا اقفل يا اسطى نشوف الحوار ده. طب يا جماعه احنا نروح عند البيت ونحاول نفهم كل حاجه من اللي هو دي في تقول عليها ويا رب يطلع صح كل كلامه. بس سلام.